تتحول إلى الخارج. هدف إذا للميناء لعلي حسني. لم نشاهد كل المسؤولية على مخرج المباراة التي بالفعل عانينا كثيرا في شوط من اختياره لتوقيت إعادة اللقطات بصورة خاطئة جدا. هذه ليست المرة الأولى طبعا. كرة هدف وكرة عرضية مرت من مدحت وكرة الهدف. كرة في مكان ممتاز ويتقدم الميناء الذي يمتلك بطاقة هجوم من البحر الذي قد يفاجئ الميناء كرة واحدة فقط. يعني الفارق ليس بالفارق الكبير وممكن أن يتم تسديد هذه الكرة. خطيرة 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 والحارس يتصدى وممكن هدف فيها جول للبحري. فيها جول للبحري للبديل للاعب البديل باسل. يسجل باسل سعد إذن يسجل هدف. هذه هي نتيجة التراخي. هذه هي نتيجة حقيقة يمكن أن نقول أنها عدم احترام المنافس. هذه الكرة لاحظ واحد من الكرات التي لا يمكن أن نقول أنها كانت خطيرة، لكن بعد ذلك هذه هي الكرة الأولى حارس أخطأ وبعد ذلك أبعد كرة وبالرأس. المتابعة الجميلة جدا. واحد من أجمل الأهداف ومن أغلى الأهداف لفريق البحر. تعادل في وقت صعب جدا. أول أهداف البحري بعد ربع قرن من الغياب عن الدوري وهدف اللاعب باسل سعد. مرة أولى تصدى الحارس ومرة ثانية بالرأس وهدف التعادل لفريق البحر الذي يعني يستحق. الآن داخل منطقة الجزاء أمام منطقة الجزاء ممكن التسديد تسديدة. الله البحري البصري يتمكن عن طريق نفس اللاعب باسل سعد وجه السعد البديل الذي يسجل هدف التعديل وبعد ذلك يتمكن من إضافة هدف ثاني. قلب الطاولة تماما على يوان مارين. رقصة بالفعل تستحق أكثر من ذلك. هذا الهدف هذه النتيجة. لاحظوا الآن جماهير الميناء ما الذي يحصل الآن. تحضير للكرة وتسديدة ممتازة. حاول معها كرار لكن الكرة في الشباك وتعلن تقدم الفريق الوافد الجديد البحري البصري. الفريق الذي ربما نقول عنه أنه أغرق الميناء بهذه الكرة. هدف ثاني في أقل من دقيقتين يتمكن